السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل المتابعين الأعزاء أينما كنتم. في هذا الفيديو غنتكلموا شوية على القضية اللي دارت واحد الضجة كبيرة، يعني والمقال اللي كتبوه هذا الصحفي في جريدة الإلكترونية أشكين. اللي هذه القضية اللي يعني الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رفعت دعوة على صاحب المقال، والجريدة كذلك خرج باعتذار، ولكن كل شيء نسب إلى التيجيني، محمد التيجيني، واللي كيقولوا هو صاحب هذا الموقع. يعني كثرت القيل والقال يعني محمد التيجيني ملي كتشوفو كيهضر كتقول هذا يعني وطني حتى النخاع. وقال لك اسيدي اللي غنشوفو في هذا الفيديو هذا، قال لك هو ما عندوش زعما شي علاقه بهذا المقال، وما كانش عارف هو هذا المقال، وهو المدير ديال الجريده ما سهم حتى حاجه. يعني هذا الموقع ديال اشكاين وبحال شوف تي في يعني مواقع غير موثوق بها. كاين بعض المواقع اللي عندهم واحد شويه ديال المصداقيه، بحال مثلا هيسبريس او زنقه 20 او ومواقع كثيره جدا. لكن باش ينوضوا يهاجموا لاعب ويقولوا بالله اخترق المنتخب الوطني، هما هاد الناس كيعجبهم غير هذوك اللعابه اللي كيمشيو ماشي يساليو الماتش، يمشيو يضربوا الشيشه، يمشيو يقصروا يعني والكاس يدور. داكشي اللي كيعجبهم. ما عجبهمش واحد اللاعب متدين، واحد اللاعب يعني واحد الاخلاق عاليه. على اي يعني هادشي كامل خرج وهذا محمد التيجيني واعتذر. غنخلي لكم الفيديو ديالو نشوفوه، كاين واخا الفيديو واحد طويل واحد شويه، استمعوا ليه كاملين يعني وحلوا نتوما. ابقاو معنا. مرحبا بكم. انا اليوم جيت نعلق على ذاك المقال اللي نشره موقع اشكين .com على اللاعب ديال المنتخب الوطني زكريا بوخلال. فبزاف ديال الناس كانوا كيتسناو الموقف ديالي من هذا الشيء اللي وقع، خاصه وان الموقع مرتبط بالاسم الشخصي ديالي، حيت عبد ربي الضعيف هذا امامكم هو المؤسس ديال موقع اشكين. فكان من الضروري انني ايضا انا نتقدم واحد التوضيح فيما وقع. ولكن قبل ذلك يمكن نذكر بجوج ديال النقاط اساسيه نمشيو نيشان الامور بدون لف او دوران. اولا، المقال كان غير مناسبا، وتوقيت النشر ديالو ايضا كان غير مناسبا البتة، ولكن المقال في الاساس كان غير مناسب بلا ما ندخل علاش كيفاش. النقطه الثانيه ان الموقع مباشره من بعد البيان ديال الجامعه الملكيه لكره القدم نشر واحد البيان توضيحي كيوضح علاش نشر المقال. هو ما كان سؤاليه ثاني بغى يتقاسم مجموعه ديال التساؤلات مع القراء ديالو، المهم بلا ما ندخل في التفاصيل دار بيان توضيحي من حقه. مباشره بعد ذلك الموقع قدم اعتذار رسمي للاعب زكريا بوخلال، وقال بان هذاك المقال ما كانش خصو يكون. هذه النقطه الاولى اللي كتعلق بالموقع. الان انا كنجي كمؤسس ديال هذا الموقع، بغينا ولا كرهنا راه مرتبط بالاسم ديالي، انا فقط يعني مدير اداري ديال الشركه اللي عندها الموقع، ولو انه انا ما كتبتش المقال، ولو انه انا ما موقعش المقال، ولو انه انا ما عنديش دخل في الخط التحريري ديال الموقع الصحفي اشكي، ولو انه انا ماشي المسؤول القانوني على اداره النشر، ولكن كنعتبر نفسي كمؤسس ديال الموقع باغي نقدم انا ايضا اعتذار اللاعب ديال المنتخب الوطني زكريا بوخلال. ذاك المقال ما كانش خصو يتنشر. ونقدم ايضا اعتذار للجامعه الملكيه لكره القدم في شخص رئيسها فوزي القجع. بزاف ديال الناس يقول لك مزيان الاعتذار فضيله، الاعتذار من شيم الكبار ولا من شيم الكرام. انا اكثر من ذلك كنعتبر الاعتذار واجب،
كل من يمارس يخطئ، وكل من لا يمارس لا يخطئ. إلا وقع شي خطأ خصنا كاملين نتحملوا المسؤولية ديالو. ولا أقولها وأكرر، ولو أنه ما عندي حتى شي علاقة بالمقال، ما كتبته ما وقعته، ما أنا مدير نشر، ما أنا مسؤول قانوني على ما يتكتب في هذا الموقع، ولكن أنا ارتأيت حيت الموقع مرتبط بالاسم ديالي، حيت بزاف ديال الناس تكلموا عليا، فقلت أنا غادي أنا نعطي الرأي ديالي والتوضيح ديالي. وأنا مرة أخرى أجدد الاعتذار، لا ديال الموقع اش كاين ولا ديالي أنا شخصيا زكريا بوخلال الجامعة الملكية في شخص رئيسها فوزي القشع. كما أقدم يعني الاعتذار الناس اللي انتقدونا، انتقدوا الموقع وانتقدوه بحسن نية. كاين اللي قرا المقال ما عجبوش، كاين اللي ما قراش المقال ولكن بالتعاطف ديالو وهذاك الشيء اللي سمع واللي دار المهم ما عجبوش الحال. هذوك الناس كاملين كتعتبروا قراء ومشاركين وغنى ولا كران ديال الموقع، كنقدم لهم الاعتذار ديالي الشخصي. بطبيعة الحال كاين بزاف ديال الناس ايضا، وهذه دائما كتوقع، الناس اللي بسوء نية اغتنموا يمكن هذه الفرصة وهذا الخطأ اللي وقع، وبغاو يصفوا حساباتهم اما مع الموقع حيت ما عجبهمش التحريري، او لا مع الشخص ديالي انايا. للاسف انا في الممارسه ديالي يمكن بغيت ولا كرهت كنخلق حزازات، كنخلق يعني خصوم يعني لا اراديين، ولكن كيبقاو الناس كاين اللي ما كيبغيكش، كاين اللي ما كيحملكش. وعلى هذا الشيء انا حرت من شت يعني حجم الهجمه والكراهيه اللي مست الشخص ديالي. مابقاوش كيهضروا على الموقع تيجيني يعني غير الحاجه اللي ما خلاو، غير الحاجه اللي ما عرفوهاش ولا ما جات لهمش على البال، الى درجه انه مثلا خرجوا شي حوايج اللي داتهم انا في 2016 ونسبوهم للموقع اش كاين اللي تخلق في 2018. ولكن انا متعود على الهجومات الشخصيه. بزاف ديال الحوايج ما درتهمش ما كينسبوهم ليا، وشي حوايج ملي كنديرهم راه الناس ما كتقصرش معايا، وهذا عادي جدا. متوالف من الصور الفيسبوكيه المفبركه، متوالف مع الفوتوشوب، متوالف مع السبان. المهم ما غاديش ندخل هنا في التفاصيل، ما جيتش نتكلم عن الشخص ديالي، ولكن حيت اعتبرت انه حتى انايا مرتبط بغيت ولا كرهت الموقع اش كاين، جيت نقدم الاعتذار ديالي. وثانيا حتى هذا مهم جدا، من اعتبرت شي ناس كيغتنموا هذه الفرصه، كتكلم عن الناس سوء النيه، الناس اللي حسن النيه على راسنا وعينينا، الاعتذار متجدد. ولكن بعض سوء النيه اللي كيغتنموا هذه الفرصه باش يشكوا في الوطنيه ديال الموقع وديال عبد ربه الضعيف. وكاين شي ناس اللي ما كرهوش يقول لك هذه فرصه نصفوا مع يماهم الموقع نطحنوه، لا هو لا مولاه، ما عندهم سوق، هذه فرصه. هذا الشيء اللي خلاني ندير هذه الخرجه، لانه ما نسمحش شي واحد يتزايد عليا، لا انا ولا الموقع اش كاين في الوطنيه. الموقع راه كل شيء في الارشيف ديال الانترنت. الموقع كان دائما واقف في المحطات الوطنيه اللي كان خصو يوقف فيها. كان ايضا كينتقد بعض المسؤولين السياسيين من اجل البناء، وعبد ربي انا ما غاديش نتكلم على شخصي، ضرب حسن نيه راه كيعرف شكون هو محمد تيجين، ولكن ما نسمحش شي واحد يجي يشكك في الوطنيه ديالي ولا يقول هذاك خائن ضد القضيه الوطنيه، ضد المقدسات، ضد الثوابت ديال المملكه الى اخره. على اين باش ما نطولش عليكم، اللي اساسي ومهم بغيت الحديث ديالي مع المسؤول ديال النشر ديال الموقع، واللي كان يعني الثقه الكامله فيه، انه تاكد بانه ما كانش سوء نيه في نشر المقال. ما كانش سوء، كانت مجموعه ديال التساؤلات اللي بغاو يتقاسموا القراء، ولكن يعني حتى اداره التحرير بالبلاغ ديالها اللي نشرته اعتبرت بانه كان سوء تقدير واعتذرت. غادي نطوي هنا هذه الصفحه. كانت تساؤلات، حنا نعاود الناس اللي يبغوا يعني يصطادوا في الماء العكير وكيقول لك الموقع والتجيني ضد الاسلام والمسلمين، يرجعوا للموقع اش كاين، يرجعوا للمواقف التجيني ويشوفوا واش حنا ضد الاسلام والمسلمين. الموقع يمكن غير هذه النقطه نركز عليها وما بغيتش ندخل في التبريرات، ما عمره كان ضد السجود. هذاك المقال ما عمره تكلم على ضد السجود، بالعكس يمكن اعتبرها اسلوب جديد يعني في الفرحه، يمكن قدم تساؤل، ولكن الناس كيحوروا. وقس على ذلك، وقس على يمكن اللي خلات انه الموقع ينشر كانت بدايه واحد مجموعه ديال الناس اللي انتقدوا طريقه السجود ديال اللاعبين. قبل حنا ما نتكلموا قال لك علاش يسجدوا وهما لابسين الشورت، ورد عليهم في واحد التدوينه سي سعد الدين العثماني رئيس الحكومه، قال لهم لا هذيك تعتبر سجدة الشكر ويمكن يديروها بالشورت. اذا النقاش كان كاين، ومين كان المنتخب في قطر وكان عادي جدا فعلا. من بعد من غادي يدخل المنتخب وكانت هذيك الفرحه وبهذه المناسبه يعني باغي نهنئ المنتخب الوطني، لان الشيء اللي داروا تاريخي، انجاز تاريخي يحسب له ويحسب للوطن.
جسدوا يعني القيم الاصيله ديال المغرب وديال الثوابت ديال الدوله. الله الوطن الملك، هذاك الشيء اللي لمسناه لا في السلوك ديالهم لا في التربيه ديالهم لا في وهما مع الامهات ديالهم والوالدين ديالهم، يعني داروا شي حاجه اللي ما دار حتى شي واحد. ومن بعد يعني شفنا كيفاش رفعوا الرايه الوطنيه، وكيفاش كان من بعد من رجعوا الالتحام ديال المواطنين مع المنتخب الوطني والاستقبال التاريخي اللي داروا لهم جلاله الملك. هذا الشيء اللي داروه نحن نثمنه ونصفق له، والموقع تابعوه غطاه يعني ما قصرش. ولكن كما قلت من يمارس يخطئ، من لا يمارس لا يخطئ، والاعتذار واجب ملي كتوقع شي زله او شي خطا. بهذه المناسبه ايضا نشكر كان الناس اللي قدموا لنا النصيحه في هذه المرحله، وخاصه الزملاء الصحفيين اللي اتصلوا بنا واتصلوا بالموقع ويعني وقدموا لنا النصيحه، لانهم عارفين بان هذا الشيء اللي كنمارسوه شي حاجه اللي ماشي سهله، فيها يعني مخاطر، فيها زلات، فيها ولكن غير ما تكون سوء النيه. هما عارفين بان ما الواحد راه ملي كيمارس كيخطا. مره اخرى وجدد يعني راه الموقع قالها، ولكن انا اذكر بانه ولو انني ما كتبت المقال، ما وقعت المقال، ما مسؤول قانوني على المقال ولا اللي كيتنشر في الموقع، ولكن بصفتي كمؤسس وكشخص كنقدم الاعتذار لزكريا بوخلال وسي فوزي القجع كرئيس الجامعه، وما عنديش حرج. علاش؟ اولا انا كنقدم الاعتذار للسي بوخلال لانه لاعب مغربي، شنو فيها الاشكال؟ وكنقدم الاعتذار للسي فوزي القجع كرئيس الجامعه لانه المؤسسه ديالو مؤسسه مغربيه. بالعكس خص تكون عندنا هذه الشجاعه اننا نتكلموا بيناتنا ونتواضحوا بيناتنا. هذا توضيح كان مقتضب، اتمنى انه يتفهم، واقول قولي هذا واستغفر الله. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، وما نساوناش الضغط على زر اللايك والبارطاج كذلك اللي من استطاع، لكي تعم الفائده ولكي يعرف الجميع كل ما يدور حول بلادنا. شكرا جزيلا لكم على المتابعه، دمتم في رعايه الله، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.